السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. فاضل خلاص أيام بسيطة على شهر رمضان. أنا مش مرتبة للفيديو ده ولا أصلا عاملة حسابي هقول ايه، بس يعني أنا مبسوطة كل ما بحس إن أجواء رمضان كده بدأت تكتر، وأحس إن خلاص إحنا قربنا من شهر رمضان. بحس بأمانة بطاقة غريبة جدا، بحس بكمية تفاؤل، بحس ان انا مبسوطة جدا لان احنا بندخل على، انا بعتبره اجمل شهر يعني. بجد بحس ان كل حاجة فيا بتتغير، عقلي وقلبي وروحي. الموضوع بيختلف تماما، ببقى مبسوطة جدا جدا. رمضان ده بالنسبة لي بيبقى عامل زي الريفرش كده، بيعمل ريفرش لكل خلايا جسمي، يعني بيهيئني ويخليني استعد اكون فعلا انسانة جديدة. عارفه انت لما تبقي مستعده تعملي اي حاجه تتغيري. فربنا يجعل كل ايامنا كده فيها نفس الطاقه والباور، وفيها نفس القدره على ان احنا نحاول نجاهد نفسينا ونحاول نبعد عن الحاجه الغلط ونقرب اكتر من ربنا. نحاول بقى ايه فرصه يعني. رمضان ده بالنسبه لنا بيبقى عامل زي الشحن بالظبط. بنبقى احنا داخلين، البطاريه بتاعتنا من الاخر بتبقى فاضيه، فبنروح بقى تبصي تلاقي البطاريه بتاعتنا دي بتتملي. بس هو اللي بيزعلني ان احنا بعد كام شهر من رمضان كده الباور بتاعنا بيبدأ يقل تاني. فبنتمنى من ربنا ان يعني رمضان السنة دي يكمل معانا لبقية الشهور لحد ما نوصل كده الرمضان اللي بعديه بإذن الله، واحنا ملتزمين بنفس الحاجات اللي احنا قررنا نغيرها في نفسنا. كلنا طبعا بنبقى مقصرين، سواء كان في مثلا قراءة القرآن، لو بنقرأ جزء بسيط، سواء في الصلاة ساعات بنقتصر مثلا على صلاة السنة بس، صلاة الفرض سوري بس، وممكن في بعض الأحيان نصلي السنة، مفيش بقى قيام ليل، مفيش أي حاجة زيادة يعني. هو كمان يعني في أحيان كتير بيقع مننا صلاة الفجر يعني. طبعا هو الموضوع بيبقى صعب، المفروض ان احنا نبقى ملتزمين يعني، لان من اكتر الصلوات اللي تم التشديد عليهم البردين اللي هو العصر والفجر. فانا طبعا مش فقيهه ولا ضليعه في الدين ولا اي حاجه، انا بني ادمه عاديه جدا. ممكن اكون كمان ابسط من اي واحده فيكم. بس هو الفكره انا بتكلم من هنا، بتكلم من قلبي، من الحاجه اللي انا حساها. بس الحاجات دي كلها يعني المفروض ان احنا بقى لما ندخل رمضان نبدأ نحط كده اهداف ونقول احنا هنتغير في الحاجة الفلانية دي. انا هدخل رمضان السنة دي هصل رحمي اكتر. هبدأ بقى ان انا اسأل على قرايبي اللي ما كنتش بسأل عليهم، علشان يبقى كده انا قدرت ان انا اصل الرحم بتاعي. هبدأ ان انا مثلا ما اتكلمش على حد وهو مش موجود لو انا بعمل الحاجة دي. هزود من الزكاة بتاعتي، هطلع زكاة اكتر، هفطر صايم. هدور بقى انا هزود الورد بتاعي في القرآن. هبدأ ان انا ازود النوافل بتاعتي. هركز واشوف انا هعمل ايه بالظبط. احط كده الاهداف بتاعتي واقول انا هتغير السنه دي في كذا، وان شاء الله حتى بعد ما رمضان يعدي انا هلتزم بالحاجات دي. ربنا يعيننا ويقوينا ونقدر ان احنا فعلا نستمر لحد بعد رمضان ونفضل ماشيين، ويبقى اسلوب حياه بقى. يبقى اسلوب حياه، يبقى كل حاجه من الحاجات اللي بتقربنا من ربنا نبص نلاقيها بقى ايه، بقت خلاص هي دي الحاجه الاساسيه في حياتنا. يعني على فكرة هو ايه، فعلا سبحان الله، كل ما بتقربي اكتر كل ما بتذكري ربنا اكتر بتحسي ان انتي مرتاحة ومبسوطة يعني. هي دي بقى ملهاش دعوة بان انا بتكلم في الدين او لا، ده انتي حسيها كده مع نفسك. اذكري ربنا كتير، قربي منه، هتلاقي نفسك مبسوطة. لكن مهما حققتي من نجاحات ومهما حسيتي ان انت قدرتي تتميزي في كذا حاجة، وفلان يقول بص فلانة شاطرة في الحاجة دي ازاي، وبتوصل لدرجة ان فلان وفلانة وفلانة بيحسدوكي، وبصي دي ربنا مديها ايه ومديها ايه ومديها ايه، وانتي اصلا من جواكي في فراغ. ليه؟ علشان انتي بعيدة عن ربنا. بتحسي ان انتي دايما حاسة انك مخنوقة، في حاجة واقفة على قلبك، تحسي ان انتي مش مبسوطة. فاحنا عايزين نقرب من ربنا اكتر. في معلومة كمان سمعتها، ممكن تكون هي جديدة عليا بس مش جديدة عليكم، بس عايزة اقول لكم بسطتني جدا. وهي ان الدعوات اللي احنا بندعيها لو دعيناها كل يوم في رمضان لحد اخر رمضان،
ما بيجيش عليها رمضان اللي بعديه الا وبتتحقق. طبعا انا عارفة ان للصائم دعوة لا ترد، لكن ما كنتش اعرف ان الدعوات اللي احنا هندعيها لو استمرينا عليها كل يوم لحد ال30 يوم بتوع شهر رمضان ما يعديش عليكي رمضان اللي جاي اللي بتتحقق. ياه، دي حاجة كبيرة جدا، دي فرصة لازم نغتنمها. ده الواحد بقى يجمع كل الحاجات اللي هو نفسه تتحقق ويبدأ يحطها كده في ورقة علشان ما ينساش، طبعا عشان الذاكرة، ويقعد بقى يدعي بيها كل يوم في رمضان. انا عايزاكم تعملوا معايا الموضوع ده. هاتوا كده ورقة وجمعوا الدعوات اللي انتوا نفسكم انها تتحقق، ونبدأ ندعي بيها كل يوم لمدة 30 يوم. وبعد كده بقى نبدأ نقول لبعض، ها مين بقى اتحققت له كام دعوة، ها مين اتحققت له في الأول لحد بقى آخر شهر رمضان، ها مين وصل للدعوات اللي هو دعاها بدأت ان هي تتحقق. بس انا عايزة بقى اقول لكم على حاجة، ودي اللي انا متأكدة منها جدا جدا، ان ما ينفعش ندعي واحنا عندنا ذرة شك. يعني ما نقولش ايه ده الحلم ده كبير، لا، انتي بتكلمي رب المستحيلات، بتكلمي ربنا يعني اللي قادر يعني يغير الكون في ثانية، اللي لما بيقول للحاجة كن فبايه بتكون. يعني اوعي 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 يكون عندك ذرة شك ابدا ان انتي ربنا هيحقق لك اللي بتتمنيه. ولو في حاجة ما اتحققتش صدقيني ربنا بيفدي بيها حاجة وحشة. الدعوة دي ممكن يكون بيها يعني هيحصل لك حاجة وحشة، او الدعوة ديت مش هتحقق لك حاجة كويسة في حياتك، فربنا بيبعدها عنك، مش علشان هو مش عايز يحققها لك، علشان خاطر هو بيفديكي بالحاجة الوحشة دي، او ممكن يكون بيدخرها لك للآخرة. ما هو احنا برضو كل دعواتنا مش هتبقى للدنيا، ما هي دي مش الدار اللي هنستمر فيها، اللي هي محطة كده احنا بنمشي فيها لحد ما هنروح بقى ايه يعني في الدار اللي خلاص، يعني هي دي حياتنا وهي دي اللي هنستقر فيها. اللي احنا فيها ده مجرد رحلة اختبار، مش اكتر من كده. فدعواتنا ما تبقاش للدنيا بس، دعواتنا تبقى كمان للآخرة. ف عايزة اقول لكم ان حسن الظن بالله، وانك تكوني من جواكي متأكدة جدا ان الحاجة دي هتحصل، متأكدة ان ربنا هيستجيب لك، فصدقوني ربنا فعلا هيستجيب. الموضوع بقى مش مرتبط بالدعوات اللي احنا هنقولها في شهر رمضان بس، لا، ده في المطلق في العموم. خديها كده بقى ايه قاعدة عندك، ان انتي طول ما انتي يعني عندك حسن ظن بالله الموضوع هيختلف كتير جدا جدا. انا بقى ده جربته شخصيا، جربت اكون متشائمه وجربت اقول يا لا دي مش هتتحقق، يا دي مش هتتعمل، وجربت برضو ان انا يبقى عندي حسن ظن بالله، وان الحاجه تبقى خلاص هي قدامك مقفوله من كل حته، بس انتي عارفه ان ربنا هيحققها. والله والله بتيجي يعني لو اقول لكم على لحظات والله بتفرق. تبصي تلاقي الحاجه على اخر لحظه ربنا جابها لك، ربنا حققها لك، ربنا جابها لك من مكان عمرك ما كنتي تتخيلي انها تيجي منه. ودي بقى عن تجربة شخصية. فاحنا رمضان ده ان شاء الله هنتغير، هيبقى مختلف بالنسبة لنا، هنقرب من ربنا اكتر، هنغير في نفسنا حاجات كتير، هندعي بقى الدعوات الكتير الحلوة اللي احنا محتاجينها، ونشوف بقى نتواصل مع بعض كده ونشوف كل واحد يتحقق له كام امنية. وكل سنة وانتم طيبين.